أبو شيماء من المغرب، تفضل. فضيلة الشيخ، لقد تقدم شاب لخطبة ابنتي فأخبرني أنه اشترى بيتا بقرض ربوي سيؤديه بالتقسيط على مدة 25 سنة، ويقول أنه نادم على فعله وأنه تاب، وهذه حالة الكثير من الشباب اليوم مع القرض الربوي. سؤالي فضيلة الشيخ، هل أنا آثم أو ابنتي كذلك إن تم هذا الزواج؟ والسؤال الثاني من فضلك جزاك الله خيرا عنا، لحظة يا أخي، هل هو ملزم أبو شيماء، بالأداء أبو شيماء، عيشة جد بسيطة؟ أقول لا تأثم إن شاء الله إذا زوجته، خصوصا إذا تاب الرجل. يعني أنت الآن استقبل هذا الشاب إذا كان فيه خير ومحافظ على الصلاة يراعي أحكام الله، وانصحه بالتوبة مما فعل. فإن تاب وعزم أن يخرج من العقد المحرم بسرعة، بأسرع وقت يخرج من العقد المحرم ويسدد على الأقل هذا رأس المال، يسدد رأس المال وهو الأصل، لأنه أصلا ما الزيادة غير جائزة. المهم أن يخرج العقد المحرم بسرعة، فإن شاء الله لا تأثم بتزويجه. السؤال الثاني. سيدي الشيخ من فضلك، طريقة تسديد كيف؟ هل يعيش عيشة الفقراء حتى يمكنه توفير آخر قرش لتسديد، أو يعيش عيشة عادية ويكفيه في قدر الممكن من أجل السداد؟ بالقدر الممكن يا أخي. لا الآن إذا تاب إلى الله الشرع لا يطلب منه أن يعيش عيشة الفقراء، يعيش عيشة يستغني بها عن الناس ولا يمد يده لأحد، وما توفر يخرج به من العقد المحرم.